لو سمعت اي مراجعة للموبايل ده اول حاجة هتلاقيها ميزات الاي اي والصور وعزل حلو وشقلبات وحركات. مش طبيعي ندفع مبلغ في موبايل عشان بس ميزات اي اي وشوية صور. المراجعات ليه مش مركزة على الاداء، الشاشة، تجربة متكاملة؟ عشان مفيش فعلا ولا في سر؟ تعالوا نعرف السر ده النهاردة مع موبايل اوبو رينو 12. معاكم طارق مجدي ويلا نبتدي. انت معاك موبايل بسوفت وير بسيط وسريع وسلس، بيديك تجربه متكامله مع تردد سريع 120 هرتز مع احباط كبير في البروسيسور. النسخه اللي هتوصل لك بروسيسور دايمنسيتي 7300 انرجي، وده لو قارنته مع ال 7050 في الرينو 11 هتلاقيه مقارب ليه جدا في الاداء وتقييم انتوتو. لكن احب ابشرك لو هتشتري نسخه الصين فهي بتنزل ببروسيسور اعلى دايمنسيتي 8250. ما عنديش مشكله في البروسيسور ولا انه قليل، وقصدي طبعا على ال 7300 انرجي. هو فعلا قليل وسط المنافسين، وعندك دلوقتي ال 8 اس جين 3 وعندك ال 7 بلس جين 3. مش عارف بصراحه ايه وجهه نظرهم في الكلام ده، ولا مش متابعين. ممكن نشوف الالعاب يمكن في فرق. على بابجي سجل 60 فريم بس، مفيش 90 ولا 120. كمان يدعموا البروسيسور ب 90 يا جماعه. وان بلس اس 3 في اللي كنت بعيب عليه نزل ب 90 فريم اخيرا، فلو مش واخدين بالكم يعني يا ريت نصحى كده ونتابع باقي الشركات. كفايه العاب وتعالوا نشوف الشاشه فيها فرق ولا لا. نفس شاشة الرينو 11، التطوير اللي اتعمل فعلا في السطوع من 950 شمعة في الرينو 11 ل 1200 شمعة. يا ريت السنة الجاية ننزل ب 1300 شمعة يكون افضل كتير. الاتنين كيرفو زي بعض من نوع اموليد دعم المليار لون مقاس 6 و7 انش، اتش دي ار 10 بلس وجودة فول اتش دي بلس مع طبقة حماية اقوى. هي مقاومة للكسر والخبطات، ولو وقع ودوست عليه بنفسك مش هيحصل له حاجة. حديدة حرفيا، بيفكرني فعلا بموبايلات نوكيا القديمة. ده الفرق الجوهري بينهم، لكن كمواصفات الاتنين واحد. مش هتحس ان في فرق خالص او اي تطوير، لا جودة اعلى ولا سطوع عالي او زي المنافسين. مفيش ابهار، شاشة عادية تأدي الغرض وبس. وكفاية كده، وتعالوا نشوف التصميم بيقول ايه. نفس فكرة تصميم الرينو 12 برو، بلاستيك نضيف شوية بس شكله مختلف، واللون ده غريب تحسه مزيج بين عدة الوان. حلو الشكل ده، انا مش معترض عليه صراحة، ويعتبر ميزة اجمد من الرينو 11. ونفس الفريم بلاستيك. الكاميرا هنا بتصميم مستطيل تقليدي، مفيش اي جديد مع الثلاث كاميرات وفلاش لسه نعرفهم في جزء الكاميرات. كمان وزن الموبايل حلو، هو 177 جرام، ينفع للاستخدام الطويل ومش هيضايقك ابدا. مع دعم الواي فاي 6، بلوتوث 5 و4، ودعم بشكل كامل ل NFC بس 360 درجة، مع اي ار بلاستر، خاصية الريموت وشريحتين نانو 5G والكلام ده. بس اعتقد السوفت وير هيكون اجمد. سوفت وير اوبو المعروف مع مميزات كتير، ابسطهم انك مش محتاج فوتوشوب عشان تشيل جسم من صوره. تقدر ببساطه تشيله من الموبايل بسهوله. تقدر كمان تشيل عنصر من صوره او تحركه او تحفظه كستيكر. وتقدر تحدد تلقائي انه يشيل الناس الزياده من الصوره او تغير خلفيه الصوره. وتقدر كمان تسافر وانت في مكانك، مش هتحتاج طياره دلوقتي. ده غير سرعه في الحركه والتنقل واستجابه سريعه، مع وجود تردد سريع مع واجهه الاوبو الكالر او اس 14.1. مع اندرويد 14 عاملين تجربه متكامله جدا. ما تنساش يا صديقي وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس، واي كلمه حلوه تشجعني استمر. عاش، برافو، جامد، الكلام ده مش هوصيكوا. كفايه كده ويلا نشوف الكاميرات. 3 كاميرات الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، والثانيه 8 ميجا الترا وايد، والاخيره 2 ميجا ماكرو. انا عايز افهم ازاي تشيلوا الكاميرا الزوم وليه تخلوها بس في النسخه الصيني، حد يفهمني. وبالرغم من كده بيطلعوا صور محترمه بتفاصيل واضحه في مختلف ظروف الاضاءه، وعزل حلو محدد تفاصيل الجسم كويس بدون اي زيادات او يشيل من الجسم حاجه. صراحه الصورتين دول من اجمل الصور اللي شفتها بالموبايل ده. تفاصيل واضحه جدا لورق الشجر، الوان مظبوطه، مبين ادق التفاصيل في الورقه كانك مصور بكاميرا بالظبط. ففي المجمل جميل وقادر يحلل الضوء كويس. وفي نايت مود حلو، بيقدر يحلل الصوره كويس في اضاءه ضعيفه او شبه منعدمه. ولو هتصور فيديو فهو حلو، بيصور 4K 30 فريم. معرفش ليه 30 بس، ما النسخه الصيني بتوصل لحد 60 فريم، ورينو 11 برضه 60. مش عارف بصراحه احنا بنتطور ولا بنتطور لتحت ولا ايه بالظبط. وصراحه حلو، الوانه مظبوطه، بيحلل الضوء كويس، والعناصر حلو، والتفاصيل واضحه وشبه ثابت في الحركه، مش هيضايق في النقطه دي. اما السيلفي فهي جميله، مع كاميرا 32 ميجا بكسل بتطلع تفاصيل الشخص
الشعر واضحه ومظبوطه حتى في الضوء الضعيف، وبيكون حلو. والعزل مش الافضل، هو بيعزل حلو لكن خصل الشعر بيشيلها، هتلاحظوا اكتر في الشعر الطويل في اغلب الصور، مش صوره واحده بس او اتنين، لا هو في الاغلب كده. مستغرب بصراحه ان العيب ده يطلع من الرينو، يعني الرينو متميزه جدا في التصوير، ازاي تعمل كده؟ واوعى تنسى انه بيصور فيديو 4K 30 فريم، وبرده اقل من النسخه الصيني لانها 60 فريم. حلو مفيش كلام، وموضح تفاصيل الشعر كويس، لكن مهزوز جامد ومش هينفع. مش هينفع في حاله ايه بقى؟ لو انت بتصور وانت ماشي لازم تكون واقف وتصور، ولو عايزه ثابت هتنزل ل 1080 هيكون حلو معاك وتقدر تصور وتتحرك براحتك. لكن لو انت ثابت هتقدر تصور 4K عادي بدون اي مشكله. اما البطاريه بقى فهي حكايه بجد. بطارية اعتمد عليها في الاستخدام اليومي والشغل وتوصيل الطلبات والالعاب كمان، مش هخلي نفسك في حاجه. هي 5000 ملي امبير مع شاحن 80 واط، لكن في فرق واضح عن الرينو 11. مع فتره طويله من الاستخدام بتشحن فيه متوسط 47 دقيقه حسب كلام اوبو، وبرضه حسب كلامهم بيقولوا انها بتستمر معاك اكتر من 4 سنين استخدام، فده حلو جدا ومش هتحتاج اكتر من كده، ومناسب اكتر للناس اللي بتشتغل اغلب اليوم وبيكون صعب انهم ياخدوا الشاحن معاهم، فده مش محتاج له شاحن، البطاريه تكمل معاك لاخر اليوم. وفي المجمل الرامات ومساحة التخزين هيعملوا فرق. بينزل برام 8 و12 مع تردد مش متحدد من اوبو، بس حسب مصدر اكد انها 2133 ميجا هرتز، يا رب يكون غلط ما تخيبوش ظني فيكم. وبينزل بمساحتين تخزين 256 و512 من نوع UFS 3.1. اخيرا في تطوير اهو، والمفروض انه داعم لكارت ميموري مايكرو بيتركب مكان شريحه، يعني بدل الشريحتين بتركب واحده وكارت ميموري مكانها لحد 1 تيرا. هتاكد من الحجم واقول لكم، وسيبك من كل ده وتعالى نشوف الموبايل ده يستاهل تشتريه ولا لا. باختصار عجبني الوان الكاميرا والتفاصيل، تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفيه والسيلفي، البطاريه مده استخدامها طويله، مقاوم للصدمات ويستحمل الوقوع، سطوع اعلى ضرره، نوع مساحه التخزين اعلى، تصميم الظهر جميل. في ميزه هقولها كمان شويه، لكن ما عجبنيش ان الفريم بلاستيك، العزل مش الافضل، المثبت البصري لو بتصور فيديو 4K بالسيلفي مش حلو، الشاشه ما فيهاش اي جديد وما فيش جوده 1.5K ولا سطوع عالي زي المنافسين. البروسيسور فيه نفس تقييم الرينو 11، سعره عالي لو قارنته مع الجيل القديم والمنافسين، تردد الرام قليل لحد ما اتاكد منه، ما قدمش اي ميزه نهائي عن الجيل القديم غير كاميرا افضل ومقاومه للصدمات، سطوع اعلى سنه. عايز اقول ان الموبايل حلو لحد بيحب التصوير وعايز بطاريه كبيره، تصميم حلو، اقول لك اشتريه. اكتر من كده لا، يا اما تشوف افضل النسخه الصيني هتكون افضل منه بسعر اقل، والسعر الاقل ده مش تحت قوي، لا ده $357 لنسخه 12 مع 256 جيجا عشان طموحك معلاش قوي، والعالميه بتزيد $100، فاحسب كده وشوف انت خسران كام عشان تجيبه، عشان ميزات محدوده واي اي. والغريب ان اوبو بتقنعك انه اجمد موبايل عشان فيه اي اي، ولو ما تعرفش فنفس الميزات الاي اي دي موجوده في ون بلس، بدايه من ون بلس 12 واس 3 في وانت طالع، مفيش حاجه جديده غير نقطه السفر والخلفيه، فمش انجاز عشان ادفع سعر عالي فيه. وصراحه انا مستغرب ان محدش سالني على الميزه اللي ممكن تغفر له شويه، فهي دعمه لمقاومه ميه معيار IP65. وما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه تقدير للشغل الجامد ده، واللايك واشتراك والحاجات دي، وادعي لي القناه تكبر عشان ابتدي اوزع هدايا ومسابقات لايفات في شغل جامد هيتعمل ان شاء الله قريب. ولازم تنورنا على الاربع منصات، الفيسبوك، اليوتيوب، الانستجرام، التيك توك، عشان نكون اسره مع بعضينا ونكبر اكتر باذن الله. دمتم بافضل حال، سلام.